ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه بهاء سلطان الجديده، اغنيه سيجاره من البوم سيجاره، لسه نازله كده حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه بهاء سلطان الجديده اغنيه سيجاره لسه نازله كده حبه حلوين، وقلت اطلع اتكلم عليها معاكم. الاغنيه من كلمات نصر محروس، ومن الحان عمرو مصطفى، ومن توزيع امير محروس. بصراحه يا جماعه شايف ان الاغنيه موضوع مختلف جدا عن بهاء سلطان، شايف ان هو موضوع كان جديد. نصر محروس يا جماعه بيكتب من بدري جدا، وكتب لفنانين كتير، تامر حسني وشيرين وفنانين كتير قوي. بصراحه يا جماعه الاغنيه كلماتها كانت مختلفه وجريئه جدا. اغنيه سيجاره دي بصراحه كانت في ناس كتير جدا مستنياها، وانا نفسي واحد منكم، وعايز اعرف الاغنيه دي بتقول ايه وكلماتها عامله ازاي والاغنيه ماشيه ازاي. مش هتبقى من انجح الاغاني اللي احنا هنشوفها قدام بعد كده، يعني شايف انها من الاغاني العاديه، ماشي مختلفه بس مش هتضرب قوي، مش زي تعالى دلعك، مش زي الاغاني الالبوم بصراحه اللي انا شفتها في اخر البوم مع اخر تعاون مع نصر محروس وبهاء سلطان. هو الاغنيه اسمها سجاره، فسجاره دي طب ايه اغنيه بتتكلم عن ايه؟ ولا فلغايه لما شفتها لا هي معناها كويس واتجابت في معنى معين في الاغنيه، لما تسمعوها هتعرفوا الكلام ده. شايف بصراحه ان هي اغنيه مختلفه، شايف ان هي جديده، شايف ان انا يعني برضو في فكر جديد في الاغنيه، بس مش شايف انها عايزه بقى سلطان قوي. فبصراحه يا جماعه هي الاغنيه كانت من اقوى الحاجات اللي سمعتها فيها، كان الالحان بتاعتها عمرو مصطفى يا جماعه عامل لحن فيها جامد. تقريبا ده اول تعاون ما بينه وما بين بقى سلطان في اغنيه واحده، ان هو يغني اغنيه من الحانه. برضه يا جماعه الاغنيه كانت متاجله بقى لها فتره، يعني هي اصلا المفروض كانت تنزل من بدري مع الالبوم. بعد كده نصر محروس قال خلاص الاغنيه مش هتنزل وهنقفل الالبوم على كده. بس يا جماعه ده اسم الالبوم، يعني ما ينفعش ان اسم الالبوم نفسه ما ينزلش. فالاغنيه يا جماعه برضه متسجله من بدري قوي، بس عشان الصلح والخلافات فنزلت بالايه بالشكل اللي احنا شفناه ده. فانا يا جماعه بصراحه شايف ان هي اتاخرت قوي في ميعاد نزولها، حاسس ان انا بسمع اغنيه قديمه، حاسس بسمع اغنيه بقى لها مثلا يجي 10 سنين او 7 سنين مثلا مركونه. فبصراحه يا جماعه الاغنيه مختلفه ماشي، وانا اتفق جدا مع الكلام ده، بس شايف انها مش هتبقى من الاغاني الناجحه اللي الفتره اللي جايه بهاء سلطان، هتبقى من الاغاني اللي اتعملت وخلاص، ان انا ممكن ما ارجعش اسمعها تاني بصراحه. حاسس ان انا مش هرجع اميل تاني ان انا اسمعها. برضه يا جماعه ده رايي، ممكن انت تتفق او تختلف معايا، بس انا عن نفسي يا جماعه شايف ان هو بصراحه مش من افضل اغاني بهاء سلطان الاغنيه دي. فيا جماعه بصراحه كده الاغنيه هي شايف ان اكتر حاجه شدتني فيها كانت الالحان والتوزيع. الكلام كان كويس والموضوع جديد من نصر محروس، مش ده اللي انا كنت عاوزه، مش ده اللي انا كنت مستنيه. مش حاسس الاغنيه انها من اقوى الحاجات اللي انا سمعتها. عايزكم تقولوا لي الاغنيه كانت عاجباكم او ما كانتش قد كده، قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت. بس انا يا جماعه عن نفسي مش هرجع ان انا اسمعها تاني. فانا شايف بصراحه انها الاغنيه يعني اتاخرت كتير، ووقتها بصراحه يعني ما كانش في وقتها دلوقتي خالص. شايف ان الاغنيه المفروض كانت تنزل من بدري قوي. فبصراحه يا جماعه الاغنيه مش من احسن الحاجات اللي انا سمعتها لبهاء سلطان. شايف بصراحه ان اشوف شغل احسن من كده. المفروض في اغنيه تانية اسمها كدابه، مش عارف لسه هتنزل هتضاف الالبوم ولا لا، بس لسه في اغنيه تانية يا جماعه اسمها كدابه، ممكن تنزل وممكن لا، يعني على حسب بصراحه نصر محروس ودماغه هينزلها ولا مش هينزلها، على حسب الاتفاق. بس يا جماعه الاغنيه دي نزلت بالعافيه وما كانتش هتنزل اساسا، وادينا سمعناها. برضو في ناس هتقول انها عجبتها وناس تقول مش عجباها، بس انا عن نفسي من الناس اللي بتقول ان لا الاغنيه دي مش من احسن الحاجات اللي انا بهاء سلطان ممكن اسمعها له، او ان انا ممكن ارجع اقول ايه ده اغنيه سيجاره اللي كانت نازله او انا هفضل اسمعها مثلا زي اغنيه انا مصمم، او زي اغنيه انا الغلطان، او زي اغاني علامات لبهاء سلطان. فدي مش هتبقى من العلامات اللي بهاء سلطان عملها. ده كان رايي بشكل عام. انا شايف ان الاغنيه اقوى حاجه فيها بصراحه كانت الالحان والتوزيع، كلمات كانت مختلفه وجديده، بس مش ده اللي انا كنت مستنيه. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وبتشوفني اشترك وفعل زر الجرس، واعملوا لايك عشان كمان في محتوى اقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم، ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.